توالي المولود له رزق بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فسالة تستلمون وتستلمون فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستقوا أولادكم فلا جناح عليكم وإذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويسرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء وأكرهتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون الشر إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تنسوا عقود النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الأجل ما في أنفسكم فاصبروا واعلموا أن الله غفور عليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلى أن يعفون أو يعفو وليس بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا علمتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ولسن يتوفون منكم ويسرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى ذوي خير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن بأنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا هل المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من دينهم وأولئك ناس الموت فقال لهم الله موتوا أيهم إن الله لسوف إن لنا ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن العاصم عليم من الذي يقتل الآخر نصف فيضاعف له الآخر كثيرا والله يقبل ويبسط إليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم السلام عليكم نقاتل في سبيل الله قال ألا شئتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأمنعنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى خير منهم والله عليم بسالم وقال له نبيهم إن الآخر ما أثركم تركنا ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ولم نأخذ الملك منه ولم يرث ساعة من المال قال إن لا سبع لكم وتارك وسنجري فليس والله يؤتي ملكه من يشاء ولا واسع عليم فقال له نبيه من آيات ملك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصلت آل المؤمنين قال إن لم أرسلكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يأته منه مني إلى من اقترف خرا بيده فشربوا منه إلى خير منه فلما جاوزوه والذين آمنوا معه قالوا لا تخلنا يوم بجار وجوه خالد اسمه وراق الله كم من فئة خير خلوا فئة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا الرجال وجلودهم قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاعتصموا باذن الله فاختار له الرجال فاتوا الى الملك والحكمه وحلمه بما يشاء ولولا دفاع الله يناسب عنهم فانه لفسد الاسباب ولكن لا توفينا العالم تلك ايات الله ينزل عليك بالحق وانك من المرسلين تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدنا وبروح القدس ولو سالهم ما اختلف من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومن كفر ولو شاء الله ما اختلفوا ولكن يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من خير أن يأتي يوم لا ريب فيه ولا خلة ولا سواد ولا المسالمون الله لا إله إلا هو الخير لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من صلى شيء يسوي عنده إله باسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يمكن بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بطاغوته ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا ولا شيء عليه الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتيه له الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن لا يأتي من المشرق فيأتي بها من المغرب وبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على خريط وهي خاوية على عروشها قال أن يسير بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك ولم يتسنى وانظر إلى من يكون نشانك آية الناس والإنسان كيف تشرك ونفسه على ما فلما تبين له قال أعلم على كل شيء خبير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن ثم دون يأتينا بصائر ما لم أن العاشق نكيد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله لا يهدي من يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يكونون ما أنفقوا منه ولا سنهم واجبين ولا قبر ولا يحسنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني عليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفقون والإعانات ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل السفينة التي تركب فأذى الله مثله وسلم لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بلوة سباها وابل فارس وكل هذه فإن به سباها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون رجلا من خير تجري من خلال النار في كل ثمرات فأصابه الكبر ولو سري ضعفا فأصاب إنسان في نار فتأخر كذلك يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تكونوا فيه واعلموا أن الآخر من الشيطان يهدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يهدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يستكبر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما لسائل منه من أنزل إن تبدوا صدقات فإنها معي ويطفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم والله بما تعملون خبير ليس عليكم هديهم ولكن لا يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فهو إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أوتوا في سبيل الله لا يستطيعون لهم شيئا يسبهم الجاهل أغنياء من الطرف تعرفهم باسمهم ولا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله بعليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بينهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلا يمنعه ولا يكافئون فيقالون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واسألوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأسألوا بها من الله ورسوله ويؤتكم فلكم رؤوس أموالكم لا تسلمون ولا تسلمون وإن كان شيء عسرة فنسرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالحق ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ولمن لسانه الحق وليدخل ربه ولا يأخذ منه شيئا فإن كان لسانه يقتدي نظيفا ولا يستطيع أن يمله فليمليه بالعدل واستشيروا سيدا من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان من الصالحات أنظر إلى إيديهما فتستكن إيديهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ماتوا ولا تسأموا أن تكتبوه سخيرة أو كبيرة إلى سبيله أو كبير سخيرا أو كبير ولا يأبى الشهداء إذا ماتوا ولا تسأموا أن تكتبوه سخيرا أو كبير إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم من سيرته قالني ألا تذهبوا إلى أن تكون تجارة لا تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأسيروا إذا تبايعتم ولا إذا كاتم ولا صحيح وإن تفعلوا في نفسكم خذوكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول فإن عمل بالكم أن فليؤدي شهود من أمانته ويتق الله ربه ولا تكتموا شهادته وليكتمها فإنه أتم خلق ولا ما تعملون عليه لله ما في السماوات وما في الأرض ويبدو ما في أنفسكم وتخرجوا به الله فيغفر من يشاء ويهدي من يشاء ولا على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو القيوم نزل على الكتاب لا يخمس لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل والناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآياتنا لهم عذاب شديد ولا شمس انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يسويكم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ولا شك فيهم يقولون آمنا به كل من ربنا وما يستكبر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار قد بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأقسموا لا يبصرون بهم ولا يبصرون عقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتنصرون إلى جهنم مثل الميعاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من النساء والخيل المسومة والأنعام والأسفار متاع الحياة الدنيا والآخرة والصباب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بشير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أصابرين وصالحين والخالدين والمسلمين والمتقين بالأسير شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو المخائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن دين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم من بغي بينهم وليكفروا بآيات الله فإن الله سريع الحساب
فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني وخليل لسنه في الكتاب والذين أسلموا فإن أسلموا فخلي تدعوا إن تولوا فإن عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون بهم الخير يقتلون ويقتلون الذين يعملون بالقسط من الناس وبذل ما أتاهم من أليم أولئك الذين أعملوا بالدين ولا خزوا على الناسين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وخرهم في دين ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيه كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم عليك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في الليل وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون كافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تخيرا ويشركوا الله نفسه إلى الله المسير قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما حملت من شيء توزن لو أن بينها وبينها أمدا بعيدا ويؤثركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل آتوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله يستفى آدم ونوح وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين سرية بعضها من بني ولا سميع عليم إذ قالت امرأة أنا ربي إني نسيت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما ولدها خالد به وتأنسي والله أعلم بها وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني عيسى بك وسريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن ونبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا منها وجدتها خاليا ونعم إنك أخاذه من عند الله إن لا يفرق من يشاء بقدير. هنالك دعا زكريا ربه وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو خائف يصلي في المحراب أنا لا يبشرك به مصدقا بكلمة من الله وسيدنا وآخرون بين من الناس هذا ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اشرح لي آية قال آيتك ألا تكلمنا 3 أيام لا رمزها واذكر ربك كثيرا وسبح نفسي والإبكار وإذ قال الملائكة يا مريم إن لا أستغفرك وطهارك واستوي على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت تدري من خلق ويكون مريم وما كنت تدريهم ويستخدمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن لا يبشرك بكلمة من اسمه المسيح ابن مريم وجاء في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس بالمهد وكان من الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بصر قال كذلك لا يخلق ما يشاء إذا قال أمرا فينا ويقول له كن فيكون ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وأرسل إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم وإني أخلق من طين كآية فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبلغ لك ما وإلى الموت بإذن الله وأنبئكم ما تأكلون وما تشربون بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصرخا لما بين يديه من التوريد ولأهل لكم بل شمر ما لكم وجد بيان منكم وتخلاواتهم إلا لكم فامروا هذا إلى المستقيم فلما أحسن سن من الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون أنصار الله آمنا بالله ورسوله بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزل وتبرأنا فلنكرمنا مع السائلين ومكروا مكر الله ولا خير الماكرين إذ قال له يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاهل الذين تبعهم وفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأنكم بينكم وبين خالدون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنفسهم ولا هم سالمين ذلك نطلع عليكم من الآيات والذكر الحكيم إن مثل شيء كالله كمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نوتهي فنجعل لنا سلامة إن أعطى له الخطاق ومن إله إلا الله وإن الله ولا شرك فإن تولوا فإن العليم بالمرشدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا تقبلنا فنعبد من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلى البديع فلا تعقلون هانتم هؤلاء أجدتم فيما لكم بهم فلما تحاجون فيما لكم بهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين تبوأوا وأحسنوا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وطائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم وإلا أنتم ما يشركون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجعلنا يدعوكم وآخرون على يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أهل مثل ما أوتيتم أو يعجبوا عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء ولا واسع عليم يختص برحمة من يشاء ولا ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من يتأمن بخير وجهه إليك ومن من يتأمن بالدين لا وجهه إليك إلى ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في دينه سبيل ويقولون على الله يكتسبهم يعلمون
ولا يمنع في بيده وتقف لا يجيب المتقين إن الذين يسرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينزل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون من عند الله وما هو من عند الله ويقولون لا يكتسبون يعلمون ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب ولكم ونبوة ثم يقولون تكونوا شبابا من دون الله ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بل إذا أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مثل قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون لا فخير إلا تكون ولو أسلم من السماوات ولا يتعلمون كلام وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ونبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ومسلمون ومن يبتغي خير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم وأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخاف عنهم النساء ولا النساء إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم وزادوا كفرا تقبل توبتهم أولئك هم الظالمون إن الذين كفروا بعدهم كفار فلن يقبل من عالم ولا حسابا ولا سحابا ولا يستجيب أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله عليم كل التهم كان علا لبني إسرائيل إلى ما عرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بدورة فطلوها يكونوا صادقين ومن يفتري على ذلك من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فتبعهم ملة إبراهيم عنه فلما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي بكر مباركا نورا للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من إسرائيل سبيلا ومن كفر فإن لا خديم عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تكفرون عن سبيل الله ولا تتقون وأنتم شهداء وما الله بخير ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم عن إيمانكم كافرين وكيف تكفرون بعد تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يكفر بالله فخير له إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم على أن فعل الله بين قلوبكم فأصبرتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم من يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك هم أصحاب الجحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فسوقوا لسعير ما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي جنة نعيم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر ولكان خيرا لهم مؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلى أحسن من قاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربا عليهم مسلمين ما سقوا إلى بهذا من الله وهب من الناس وباعوا بخير من الله وضربت عليهم من الصائبين وكان يكون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بخيرات ذلك بما وكانوا يهتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل ويسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروا ولا أنتم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الآيات كمثل ريح فيها سر أصاب لا سرق من سلم أنتم فعل ذروا ما سلمهم الله ولكن أنتم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما أنتم قد بين البحر من أفعالهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم آياتنا إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هادموا أولئك يهبون ولا يهبونكم وتم بالكتاب كله ويسار قوم قالوا آمنا ويسار قالوا هنا لكم لنا من الخير قل مروا بخيركم وإن عليكم تأجرون إن تمسكم حسنة تضؤوا وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يذكرون شيئا إن الله بما يحبون محيط وإذ خلوت من عليك تبوء المؤمن مقاعد القتال والله سميع عليم لسمت طائفة منكم أن تصلوا ولا وليهم ولا فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم ما سيمدكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله لا شريك له ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكيدهم فإن خرجوا خائبين ليس لكم إلا من شيء يدفع عليهم ويغشهم في المسالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يخرج من يشاء ويؤتي من يشاء ولا غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي يدعون الكافرين واتقوا الله ورسوله لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاسبين الخير ولا يؤذون الناس ولا يؤذون المرسلين
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم رسل فسيروا في ذنوبهم وكان آخرة المقسمين هذا بيان للناس وهدى للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. واليوم ينسى الله الذين آمنوا ومن الكافرين أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون أن لم تكونوا من قبل أن تلقوا فقد رأيتم وأنتم تنصرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل فإن مات أو قتل خلفتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلينظر سائر وسيله والساكين. وما كان لنفس أن تمر إليه بسم الله كتاب مؤجلا ومن يرد ثواب نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الساكنين. وكاين من يقتل وغربيون كثير وآمنوا لما أتاهم في سبيل الله وبعضهم فهم استكانوا والله يسالم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين قال الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله ورسوله بإذنه على إذا فزلوا متكسرين من المعاصي من غير ما عليكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة ما سبقونا ليبتليكم ولقد أطعمكم والله سوف يجزي على المؤمنين. استشهدون ولا تلون على أحد ورسول يدعوكم في خيركم فأصابكم خما بخم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الخم أمانة وأهلها طائفة منكم وطائفة قد أهابتهم وأنتم في الآخرة الجاهلين يقولون هل لنا من لدن شيء قل إنما كل لله يخون في أنفسهم ما يبدون لك يقول لو كان لنا من لدن شيء ما قلنا هؤلاء ولو كنوا في بيوتكم لبرس الذين كتب عليهم خمسين يوما عجيهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ولا يمسك صدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استسلموا الشيطان بما ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم من لو كانوا الذين ما ماتوا وما قتلوا وليس الله ذلك أحسن في قلوبهم والله يحيي ويميت والله ما تعملون بشير. وإن قتلوا في سبيل الله أمرتم نغفر من الله وربكم خير ما تعلمون وإن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنا فاسا غليظ القلب لانفضوا من حولهم فاعفوا واستغفر لهم وصابروا في الأمر فإذا عزمتم فتوكلوا على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن سينصركم بيده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يخلوا من يخلو لهذه بما خلى يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبوا وهم لا يظلمون. أفمن يتبع رضوان الله كمن باع بسنة من الله ومن جهنم بئس المصير ومن درجات عند الله والله بشر بما يعملون. لقد من الله علم من إسماعيل ورسول من أسماء ما يأتي ويزكيهم إلى المسجد ولكم كان وخلف الله المبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتكم مثلها قلتم أن تأخذوا من عندي إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا خاذوا في سبيل الله عيد فهو خلالنا لما خلالنا كما ناقهم للكل يوم الذين قالوا منهم بالإيمان يقول ربي فإيمان يقول بهم والله أعلم ما يكرمون. الذين قالوا لإخوانهم وخانوا لو أعطانا ما قتلوا قل فتروانا نسلكون ولنكن صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند يرزقون قليل ما يعلمون من فضله ويستبشرون بالذين لم يلقوا من خلفهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم خير الذين أحسنوا منهم وتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم المنافقون الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله فلينصروا تبارك الله ولا سوف عظيم. إنما سائلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يشرك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا سبيل على سلم ولا ما شيء. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يجدون راسين ولا ما سامر لهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم وإنما نملي لهم ليشتروا إثما ولو أصابهم مهين. ما كان الله ليسلم من على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليسلم من الخير ولكن لا يجب من يشاء وآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتوخون ما بخلوا به والقيامة ولله من السماوات والأرض ما تمر الخبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وأننا أغنياء وسنكتب ما قالوا واختلفوا لنا بخير حق ونقول سبحان أصحاب الحريق ذلك بما خدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام من العبيد. الذين قالوا إن الله أهدى إلينا على من الذين سنعت آياتنا بقربان تأكلون نار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات بالذي قلتم فلما أخذتم إن كنتم صادقين فإن كذبوكم فقد كذب رسل من قبلكم جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير قل نفس سائقة الموت بينما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ولا يأتي إلى متاع الخروج.
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أسرقوا أسرا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفعلون ما يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض ولا على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما إن الذين كفروا سواء عليهم أنفسهم أم لم تنفسهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وحواسهم على لسانهم ولو أصاب نصيب ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولو أصاب نصيب ما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم بكفرهم بما معهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بهداهم وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم منهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات واحد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق الموت والله محيط بكيدهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أسلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستطيع أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه لا قوة بهم وأما الذين كفروا فيقولون ما سأل الله بها مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يدخلون نظرا من دون الله ويخشون ما أمر الله به أن يصلوا في أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بأمرك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم خير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من أبيه كلمات فتاب عليه وهو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فيما يأتي بكم منه فمن تبع ولا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم إياي فارهبون وعلموا بما أنزلتم وصدقا لما معكم ولا تكفروا ولا تهزموا به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاسرين الذين يحسبون أنهم غفروا أنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ولا يقول من بعد ولا يأخذون عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم براء من ربكم وأسلموا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأخرجنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم تخرجون من بيته وأنتم سالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
وإذ آتينا موسى الكتاب وذكرنا لكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فاتوبوا إلى بارئكم واقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا فأخبركم سنة وأنتم تنصرون ثم بعثناكم من بعد ما تكونوا لكم تسكرون وسللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وادخلوا باب سجنا وقولوا فيه تكون وقالكم ولا يكون سنسير المسلمين فبدل الذين سلموا وقالوا خير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين سلموا رجسا من السماء بما كانوا يفقهون وإذ تقيموا زي قومه فقالوا بأسا كراجل فانفجرت من نصر آخرة عين خلال بكل ناس مثل بين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تكونوا من المفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت من بقرها وقثائها وفومها وحنفها وبشرها قال أتستبدلون بذواتي بالذي خير انزلوا من شيء لكم ما سألتم وضربنا بهم الشرك والمسلمين وباعوا بخير من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون بهم بخير أقوالهم من أنهم يعملون إلا الذين آمنوا والذين هادوا ونصارى وصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر غير ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ونهينا فوقكم الطور ثم آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا خيرا خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونها وقال قال أحمد بلا أنا أكون من الجاهلين قالوا لنا رب بيننا ما يخالنا يقول لنا الله خالد ولا بكم هوان بين سالم هل ما تمرون قالوا لنا رب بيننا ما لنا خالد إنه يقول لنا بقرة ولا فاقنا تكون فيها قالوا لنا رب بيننا ما هي إن البقرة تتابع لنا وإنا إن شاء الله ننتصر قالوا إنه يقول لنا بقرة لا تنتصر ولا تدخل هرسا مسلما لا شيء فيها قالوا ألا نجد بالحق فسبحوها وما كانوا يخالون وإذ خسرتم نفسا فطارتم فيها ولا أخرجوا ما كنتم تكسبون فقلنا اضربوه في بحرها فخرجوا منها المتويكم ويدنا لكم تاخرون ثم خسر قلوبكم بعد ذلك وهي كالحجارة خسر وإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها ما يستقطع منه الماء وإن منها ما ينبت من خشية الله هو الله بخافٍ عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم خرجان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرفون من بعد ما يقرؤون يعلمون فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بين قالوا أتؤمنون بما تعالى هل يكون ليجدكم به ربكم أفلا تنصرون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يسمعون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون آثارهم بالله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل مما يكتمون فقالوا لن تمسنا إلى أيام المهلة نصلا تخرجون بلا أيام فلنكن فلا فهدف أم تقولون هل الله ما لا تعلمون من كسب السيئات وأهت بخطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا في القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وإذا أخذتم فاغفروا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أخرجتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تسعرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتيكم فاسق فادعوه ومحرم عليكم فادعوه فخطبنا بذلك لا تشركون ذلك ثم إذا لم يفعل ذلك منكم ولا تخرجون بذلك ويوم القيامة يردون إلى آخر الحساب والله بخير عما يعملون أولئك الذين سروا لا يأتون بالآخرة فلا يخافون منها ولا ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وأخذنا من بعده بالكتاب وآتينا عيسى ابن مريم البينات وآياتنا بالرسل أفكلما جاءكم رسول بما لا تؤدوا مستكبرون فاستكبرتم فستكبرون فقالوا قلوبنا قلوب بلعنا ولا بشر فخلقنا يمين ولما جاءهم كتاب من الله فتتخذنا معه وكان فقد يهتدون عن الذين كفروا ولما جاءهم عرفوا كفروا به فلن لا يزيدهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله وبخيرا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بخير منها لا خير ويجزي من يشاء منهم وإذا خيرهم وأمنوا بما أنزل الله خالدهم من جنة علينا ويذكرون بما وراءه ولكم صدقا نعمهم وفلم تقتلون أنبياء الله من قبل كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات وتأخذون به من بعد وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ثم آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم من بجهودهم وبئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإن كان لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وتمنون وإن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا ما خدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص على آياتهم ومن الذين أشركوا يود أهلهم لو يعمل ألف سنة وما هو بمستكبر من عذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ومن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن عدوا بالكافرين
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما هادوا هدى نبذه فريق منهم ولا أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أن لا يقرأ إيمانا فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أهل بسم الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتري ما له في الآخرة من غرق ولبئس ما سلبي أنتم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لهم سوء من الآخرة لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا والذين سامعوا عليهم ما يودر شرك هو من الكتاب ولا مشرك يعني من فلا عليكم خير متابعين والله يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم ما ننسخ من آية أو ننسها بخير منها أو مثلها ألم تعلم أنا على كل شيء قدير ألم تعلم أنا لا أعلم السماوات والأرض وما لكم من الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تصلوا رسلكم كما صلوا موسى من قبل من يتبذل كفره بما يتخذ سبيل ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم بين ما تبين لهم وراء فهو سواء يأتي له بأمره على كل شيء قدير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير فخير أن يدخلوا الجنة إلا من كان هدى ونصارى فكأمانهم ولا توبوا أن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو مسلم فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون ومن أسلم ممن منعها مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسنة فيخلى بها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إنه واسع عليم فقالوا اتخذنا ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالقون بديع السماوات والأرض يتخذ أمرا حينما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون ولا يكلمون الله وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا لا يتخذون يخنون إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن آثار الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبت أهواءهم بعد الذي جاءكم به ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به أولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا ينصرون ويثبت عليه إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وجعلنا البيت مثابا للناس وأمنا واتخذوا من خلف المصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله بثمرة من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمته وخليل ثم أنطروا إلى أسفل النار وبئس المصير وإذ شرفه إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وما فيه من رسول من ظالم وآياتك وظالمون كتاب وحكمتك ويستجيب إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني لا أشرك لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمور قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى من وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون حين آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحة الله ومناس من الله سبحة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى قل أنتم أعلم من الله ومناس من كتمثال دون من الله وما الله بخافر ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فيقول السفهاء من الناس ما ولي من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم سيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسول من ينقلب على عقبه وإن كان لكبيرة إلى عبده عبد الله وما كان الله لي إليه ما نكون لا من رؤوف رحيم خلنا يتقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه لا قبل به وما الله بخافر عما يعملون وإن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعون قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلة بعضهم ولئن تبت آباءهم من بعد ما جاءك منهم إنك لست من الظالمين
الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن هو للحق من ربكم الله بخائف أما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين سلموا منهم فلا تحسبوا صوني أولئك ونعمتي عليكم لعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن أجل بين أو الثمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أرسلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم ولا ولا ينصرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أرسل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبصر فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسائر المسخر بين السماء والأرض الآيات تقوم من يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين سلموا يسألون عن الحساب أن القوة لله جميعا وأن لا يستجيب الحساب استبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا الأسباب واتخذت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الأعمال وأسرات عليهم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا ما في الأعلام طيبا ولا تحسبوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا أخذوا متبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يؤمنون ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين يقولون لا يسمعون إلا دعاء نداء ثم بكم منهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واذكروا لله إن كنتم وإياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لخير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشركون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم أولئك الذين ترون لا يقبلون الهدى ولا سابقون مخرجا فما أصبرهم على النار ذلك بأن نزل الكتاب بالحق والذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل والحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن في الأول بالآخر فاتباع بالمعروف وعلى أهل بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن يتبع بعد ذلك فله عذاب عليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه هل الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موت جنفا أليفا فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سبيل فيه من أيام أخرى وعلى الذين يدخلون في اليتامى المساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سبيل فيه من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكن الهداية ولتكبروا على أعمالكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أنا يرسلون أحل لكم ليلة الشهر من رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم لا أنكم تخافون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا تباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير من الخير لسوء من الفجر ثم يتم الصيام الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد فيقولوا الله فلا تقربوها كذلك يبين له آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل الخير مواقيت الناس والحج ويريدون بأن تأتوا البيوت من شهورها ولكن بيروا من يتقي وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
واقتلوا ما يثقفتموه واخرجوه من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوا من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوا متى لا تكون فتنة ويكون بالله فان انتهوا فلا عدوان الا على السالمين الشهر الحرام بشهر الحرام بلوغ ما الخلاف ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا ولا تلقوا طيب الأغلال ما يظهرون كأنكم مرينا بأسن هذه هدية شيئا من صدقة ونسك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الذي هو نبي الأيام ثلاثة أيام في الحج وثبات إذا رجعتم إلى عشر الكتاب الأسفار فلمن لم يكن أهله هذه المسجد لا يمتقى ولا ما لا سبيل الخاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى وتقوى يا أولي الباب ليس عليكم جناح أن تلقوا خبر بكم فإذا عفلتم من النفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام واذكروه كما عليكم كنتم من قبيل من أقوالهم ثم أعزلوا من عيسى عفا الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا خليتم منازلكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأواسر ذكرهم ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من تقي واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تنصرون ومن الناس من يجيبك قوله في الليل ويكتب على ما في قلبه هو الله الكتاب وإذا تولي إسرائيل في الأرض يسرف يعود إليك لا ونسأل الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخسر من سبيل النفاس وجعل ولبس النار ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ولا خوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن خللتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا أن العافية نفسهم أينظرون إلى أن يأتيهم الله في سبيل القيامة والملائكة يصلون إلا يخرجون الأمور فل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بين ومن يبين مثلا من بعد ما جاءت بين لا تجدون عقاب قيل للذين كفروا فيأتوا يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمرا واحدا فبعث الله نبيا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلى الذين من بعد ما جاءهم البينات وبغيا بينهم فأعطى الله الذين آمنوا لما اختلفوا من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزال حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فليوالدين والأقربين ويطعمون المساكين في السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تجيبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير والسنة في الله وكفر المسجد الحرام يخرج أهله من أسفل عند الله والفتنة أكبر من الخطر ولا يسألون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وإن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمروا كافر فأولئك هبط أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ولا يرجون رحمة الله ولا غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر وفيما اسم كبير ومنافع للناس وما أكبر من فيهما ويسألونك عن سائر القياس كذلك يبين الله لكم آياتنا لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تقلدوا فإخوانكم الله يعلم المفسد من المفسد ولو شاء الله لأهلكم من العاشرين ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولا أمر من خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولا أمر من خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المهيل قل هو أسد فاعتزلوا النساء في المهيل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا أن يصيبكم قدما لأنفسكم واتقوا الله فاعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا له رسائل أيمانكم أن تبروا وتتقوا بين الناس ولا تكونوا عليم لا يؤاخذكم الله باللغو أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور عليم للذين يؤمنون من نسائهم تربص 4 أشهر فهو في ذلك غفور رحيم وإن أتموا الطلاق فإن لا سمين عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أعلامهن إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر وبغلتهن أقبل الدين في ذلك على الإصلاح ولو مثل عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة لا تسنتين فطلقوا مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتم من شيء إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما تجري حدود الله فلا تسدوها ومن يتعالى حدود الله فأولئك هم السالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجا خيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن سمع أن يقيم حدود الله وتقول لا يبين ما يخرج عنه وإذا طلقوا النساء فأخرجوا فأمسكوا بمعروف أو تسرحوا بالمعروف ولا تمسكوا أن لا تسرحوا وذلك وقد سلف من الشهود ولا تسقطوا
فسواء واذكروا ولهم فلا عليكم وأن فلا عليكم من كتاب ولكم وتيتكم به واتقوا الله ولم أنا بكيف عليم. فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعرضوهن أن ينكحن أزواجهن النساء تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر سابق وأسلم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الأطفال المولود له والمولود بالمعروف لا تكلفن نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده وعلى الوارث من ذلك إن هذا كان